السلام عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. معاكم علي فايز وحلقة جديدة من برنامج مع المستشار. عزيزي المشاهد المحترم، أنا المحامي حامي حقوق الناس، أنا المحامي سند الأبرياء من الناس، أبحث في شتى العلوم وأطلع، وفي المحاكم أبدع وأرتجل، فأنا القضاء الواقف مفتخرا لست آسف، أسبح في بحر القانون لأستخرج منه ما أدافع به عن الحق وأدفع به الباطل دون تزييف للحقائق أو نصرة لظالم. فاللهم اجعلني سندا وعونا للأبرياء وناصرا وجالبا لحقوق الضعفاء. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو التعامل في النقد الأجنبي. كلكم عارفين أن القاعدة العامة أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب، ومن هذا المنطلق هيكون برنامجنا مع المستشار بمثابة مكان بنتعلم فيه أو بنعرف فيه ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات. موضوع حلقتنا النهاردة مهم جدا، وهو التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك. هنرد في الحلقة النهاردة على عدة أسئلة مهمة. يعني إيه نقد أجنبي؟ هل حيازة النقد الأجنبي جريمة؟ ما المقصود بالتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك؟ ما هي العقوبة أو الغرامة الموقعة على تلك الجريمة؟ وكيف يتم القبض؟ وما هي إجراءات المحاكمة؟ وما هي الجهات المختصة بتلك القضايا؟ قبل ما نرد على كل الأسئلة دي، تعالوا مع بعض نشوف تقرير لوزارة الداخلية ومجهوداتها في هذا الملف، ونرجع نكمل مع المستشار. تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أفادت قيام أحد الأشخاص بالقاهرة بالاتجار في النقد الأجنبي تم استهدافه وضبطه حال مزاولته هذا النشاط المجرم قانونا بسكنه وبحوزته نحو 274 ألف عملات أجنبية متنوعة و900 ألف جنيه. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير المهم. ليه الملف ده مهم وشائك؟ لأن التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك هو أمن قومي وبيأثر على الاقتصاد المصري. فبالتالي لما بتيجي تتعامل في السوق السوداء، انت مش بس بتأثر على اقتصاد بلدك. ما تفرحش بانك تتعامل خارج البنوك او انك تتعامل في السوق السوداء علشان تكسب بعض الاموال، لان ده هيأثر عليك بعد كده. في البداية، يعني ايه نقد اجنبي؟ النقد الاجنبي هو اي عملة بتخالف العملة المحلية. يعني اي عملة بخلاف الجنيه المصري بيطلق عليها نقد أجنبي. يعني دولار نقد أجنبي، الجنيه السوداني نقد أجنبي، الريال السعودي، وهكذا. هتقول لي يعني أنا لو اتمسكت معايا دولار هتحبس؟ هقول لك لا. طيب لو اتمسكت بجنيه سوداني نفس القصة، ريال سعودي نفس القصة. وذلك لأن حيازة العملة لا تعد جريمة طبقا لقانون البنك المركزي والقانون المختص بهذه القصة. فحيازة النقد الأجنبي لا تعد جريمة، ولكن، ونحط تحت كلمة ولكن 100 خط. أنا النهاردة معايا 100 دولار مفيش عليهم أي جريمة، ولكن لو نزلت أتعامل بال100 دولار دي بره البنك، هنا أنا برتكب جريمة تسمى التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك. هتقولي الله، طب أمال إيه الفايدة أصلا من حيازة العملة؟ أنا يعني هاخدها معايا ولا هبروزها وهفضل أبص عليها طالما أنا ما بعرفش أتعامل فيها؟ طب يعني استفدت أنا إيه كده؟ هقول لك التعامل في النقد الأجنبي لازم يكون من خلال القنوات المخصصة لذلك. يعني من خلال البنك، من خلال الصرافة، من خلال أي مكان معتمد. الحاجة التانية والمهمة، وانت راجع من الخارج بيكون معاك دولارات، بيكون معاك عملة أجنبية، سواء كنت شغال في بلد أوروبية أو شغال في دولة عربية. وانت داخل مصر بيسمح ليك لحد 10,000 دولار. لحد 10,000 دولار محدش بيقولك انت رايح فين ولا جاي منين. بتتسأل وانت داخل معاك فلوس، معايا 9,000، معايا 8,000، معايا 10,000، القصة بتنتهي. طيب لو معاك أكثر من 10,000 دولار أو ما يعادلهم بأي عملة أخرى، في الحالة دي لازم تفصح عن اللي موجود معاك، وساعتها بتعمل إقرار وانت داخل المطار
وبتقر انك تحصلت على هذه الاموال بطريقه مشروعه، وبالتالي بتعدي ومفيش اي مشكله. ومش زي ما بعض الناس بيقول لك بيسالك من اين لك هذا وبيحقق معاك، مفيش الكلام ده كله. ولكن احنا بنعمل اقرار زي اقرار الذمه الماليه هنا، ان انا تحصلت على هذه المبالغ بطريقه مشروعه. طيب الحاجه الثانيه المهمه، انت كسائح اجنبي داخل مصر ومعاك 50,000 دولار او معاك مثلا 100,000 جنيه مصري، مغيرهم من اي مكان علشان لما تدخل مصر تتعامل وتصرف وكده. لو ما افصحتش عن المبالغ اللي موجودة معاك وانت داخل، فبالتالي وانت خارج لن يسمح لك بالخروج بهذه العملة، بل بالعكس هيتعمل لك قضية. علشان كده النقط دي مهمة جدا وناخد بالنا منها. هننتقل دلوقتي لنقطة تانية وهي النقطة الأهم. احنا قلنا ان انا حيازة الدولار او حيازة النقد الاجنبي مفيش فيه مشكلة. يعني لو معاك $1,000,000 محدش هيقول لك من اين لك هذا، ولا حد ليه عندك حاجة. ولكن المشكلة بتكمن ان انت بتدخل على جروب على الواتساب او بتدخل على الفيسبوك، بتسأل حد سعر الدولار بكام. ممكن تكون انت داخل تسأل بحسن نية، داخل تسأل عايز تعرف سعر الصرف النهاردة، فبالتالي بتقع في المصيدة. بتلاقي حد بيكلمك يقول لك انا معايا فعلا، انا عايز اغير، انا محتاج 10,000 دولار. تنزل تقابله قدام بنك او في اي شارع، فتتفاجئ ان مباحث الاموال العامة بتقبض عليك وبيتعمل لك قضية تعامل في النقد الاجنبي خارج البنوك. ودي مشكلة كبيرة جدا. التعامل في النقد الاجنبي دلوقتي اصبح جناية طبقا لاخر تعديل للقانون. عقوبتها بتبدأ من 3 سنوات حتى 10 سنوات، وبغرامة من 1,000,000 جنيه وحتى 5,000,000 جنيه، ومصادرة الأموال المضبوطة في القضية. أو لو معاك سيارة، وعندنا مفاجأة تانية، ممكن تاخد براءة ويجوز للقاضي إنه يقوم بمصادرة الأموال المضبوطة حتى في حالة البراءة. فالموضوع خطير جدا ومهم جدا ولازم ناخد بالنا منه. ممكن حد يتساءل، طب انا ليا صاحبي اتمسك واخد سنة بس، امال ليه انت ليه بتقول ان الحد الادنى للعقوبة 3 سنوات؟ هقول لك لان في حاجة في القانون اسمها استعمال الرأفة. فالقاضي لما بيستعمل معاك هذا البند او هذه المادة فيما يخص استعمال الرأفة بيقلل لك العقوبة. هو ليه صلاحيات انه ينزل بالحد الادنى للعقوبة، فعلشان كده بتلاقي ناس تاخد سنة مع ايقاف التنفيذ او تاخد سنة وتنفذ. طيب هل في ضمانات كفلها لي الدستور والقانون علشان الإجراءات تتم بشكل قانوني ويتم تفتيش الأشخاص بشكل قانوني، ولا أي حد كده ممكن ينزل يقبض على أي حد؟ هقول لك الميزة في قانون البنك المركزي إنه تم الاشتراط أو القانون بينص على إن قضايا النقد الأجنبي في غير حالات التلبس لابد أن يكون هناك إذن من محافظ البنك المركزي وإذن من النيابة المختصة. والنيابة المختصة هنا هي نيابة الشؤون الاقتصادية والتجارية وغسيل الأموال. وبالتالي فالمحكمة المختصة بنظر تلك القضايا هي المحكمة الاقتصادية. والمحكمة الاقتصادية دي زيها زي أي محكمة عادية، فيها جنح وفيها جنايات. والمحكمة الاقتصادية بتكون موجودة في كل دائرة استئنافية. عندنا في مصر 8 دوائر استئنافية، في كل دائرة استئنافية موجود عندنا محكمة مختصة بنظر هذه القضايا. هتقولي معنى كلامك كده معالي المستشار ان انا لو اتمسكت وفي عندي بطلان في الاجراءات او الضابط قبض عليا وبيقول ان هو عامل تحريات وان انا بتاجر او بتعامل في النقد الاجنبي ان انا هطلع براءة؟ هقول لك لو المحامي بتاعك قدر يثبت ده بالفعل هتطلع براءة. لاننا تعلمنا من اساتذة القانون ان الدليل المستمد من اجراء باطل يبطل ويعدم ما تلاه من اجراءات وان تواجد الدليل. يعني لو في حتى دليل موجود وفي عندي بطلان، البطلان ده بيبطل باقي الاجراءات اللي بعد كده. ولكن خلي بالك، انا كمواطن متهم بالتعامل في النقد الاجنبي لازم المحامي بتاعي يشتغل على عدة اشياء. والحمد لله يمكن كل قضايا النقد الاجنبي اللي اشتغلناها او 99% منها حصلنا على البراءة بسبب التكنيك او هذا التخطيط او بسبب دراستنا وقراءتنا لملف القضية وقراءتها زي ما هقول لكم النهارده. انت اول ما بتتمسك
بتطلع على النيابة. يعني أول ما بيتم ضبطك أنت عندك 24 ساعة حتى تعرض على النيابة المختصة. لازم أول ما تروح على النيابة تطلب من النيابة المحترمة إن المحامي بتاعك يكون موجود وتتمسك بذلك. في الجنايات لك الحق أن تتمسك بالمحامي الأصيل، تقول له أنا عايز الأستاذ فلان المحامي وهستأذنك يا فندم تليفون عشان أتصل بيه علشان يكون حاضر معايا التحقيق. لو قال لك هننتدب أي محامي من بره عشان الوقت ما يضيعش، يقول له يا فندم أنا متمسك بالمحامي بتاعي لو سمحت. ولو رفض في الحالة دي لك أن تستخدم حقك في القانون، والمعلومة دي مش كتير عارفها، لك أن تستخدم حق الصمت. يعني ليك انك تستخدم حق الصمت، يعني وانت بيتحقق معاك تسكت ما تنطقش. وبالتالي وكيل النيابة هيكون مجبر طبقا للقانون انه يجيب المحامي بتاعك. فائدة المحامي بتاعك ووجوده في اول مرحلة من مراحل التحقيق انه بيحافظ عليك وبيخلي، او طبعا النيابة العامة هي الامينة على الدعوة وحقوق المجتمع، ولكن علشان الضمانات بتاعة الدفاع وعلشان العدالة ومنظومة العدالة تكون كاملة المحامي بتاعك لازم يكون موجود. وخلي بالك بعض الناس لما بتتمسك بمبلغ بتغلط غلطة وبتقول ان الاموال اللي موجودة دي مش بتاعتها. وطبعا اللي بيعمل كده بعض الناس اللي بتتمسك ب$1000 او $500 او حتى $300، لان ولا من الطبيعي ولا من المنطق ولا من العقل ان مأمور الضبط القضائي هيحط لك مثلا $5000 او $10000. يعني مش هيروح يحط لك نص مليون جنيه علشان يلبسك قضية تعامل في نقد اجنبي. فاللي بيعمل كده بعض الناس اللي بيكون ممسوك منها مبالغ بسيطة. وعايز اقول لك ان المبلغ مش بيفرق. احنا بيجي لنا ناس المكتب كانت مع محامين تانيين زملاء وبياخدوا 3 سنين وبياخدوا سنة وبياخدوا سنتين والله العظيم بسبب $100. وبعد النيابة ما بتخلص معاك سين وجيم وبتحقق معاك وبتسألك تحصلت على الأموال دي منين وانت كنت بتعمل ايه واتمسكت ازاي والكلام ده، بيخلص التحقيق والمحامي بتاعك في الآخر بيطلب طلباته. طبعا أهم هذه الطلبات في النهاية ان هو بيطلب إخلاء سبيلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث أن المتهم له محل إقامة معلوم وثابت ولا يخشى عليه ولا منه من الهرب. ولكن في بعض النقاط المهمة جدا وبتكون سبب من أسباب البراءة. ولكن خليني أقول لك بعد المحامي بتاعك الأول ما يطلب طلباته أنت ممكن يتم إخلاء سبيلك بكفالة. وفي الغالب الكفالات بتاعة النقد الأجنبي أو القضايا الاقتصادية بتكون كبيرة، يعني بتبدأ من 10,000 وأنت طالع، ممكن توصل ل50,000 و100,000، وممكن تتحبس 4 أيام على ذمة التحقيق. النيابة العامة ليها سلطة انها تديك 4 أيام على ذمة التحقيق وبعد كده بتغل يدها، وهذا أصل عام، لأن في بعض القضايا رئيس النيابة أو المحامي العام ليه حق ان هو يديك 15 يوم من أول مرة، ودي هنتكلم عنها في حلقات أخرى. خدت 4 أيام على ذمة التحقيق. لو انت اخدت 4 أيام ده مش معناه خالص ان انت مدان ولا متهم وان القضية صعبة خالص. وكيل النيابة رأى أو تراءى له أن تحبس على ذمة هذه القضية 4 أيام. طيب قبل ال4 أيام ما بيخلصوا، يعني لو أنا مثلا اتحبست يوم الثلاث فأنا هتحبس 3 4 خميس. لو اليوم الرابع عندي يوم جمعة وكيل النيابة هينزلك يوم الخميس، هتنزل يوم الخميس، بس هتنزل هنا مش أمام النيابة، هتنزل أمام القاضي الجزئي. وهنا المحكمة الجزئية ليها حق إنها تحبسك، تجدد حبسك يعني 15 يوم تانيين، ثم 15 يوم بعد كده في الجلسة التانية، ثم 15، وده اللي بيتقال عليه في الواقع العملي كده، ده أخد 15 في 15 في 15، فبعد كده هيتجدد له 45. اللي الناس ما تعرفوش ان المحكمة الجزئية ليها الحق او الصلاحية انها تجدد لك 45 يوم. ممكن على فكرة تدي ال 45 يوم من اول مرة، ممكن تدي 30 يوم، ممكن تدي 10، ولكن في النهاية الحد الاقصى لهذه المدد بالنسبة للمحكمة الجزئية يكون 45 يوم. وهنا عايز ادي نصيحة لزملائي المحامين وكمان لأهلية المتهمين. بعض الناس اول ما بياخد 15 يوم بيجري المحامي يعمل استئناف على عمر الحبس، بيعمل استئناف على عمر الحبس من خلال النيابة، وخلال 48 ساعة بيتحدد له موعد جلسة. عايز اقول لك دي اكبر غلطة ممكن تعملها،
لان انت ليك كل 30 يوم استئناف على امر الحبس. فانت لو جيت عملتهم بعد اول 15، فانت اذا لو ما تمش اخلاء سبيله بعد ما عملت الاستئناف فهو هيكمل ال 15 يوم، وفي الجلسه الجايه اللي بعد 15 يوم مش هتعرف تعمل استئناف وهتفضل مستني شهر. افضل توقيت تعمل فيه الاستئناف على امر الحبس بعد ما تخلص ال 45 يوم بتاع المحكمه الجزئيه، وده لان التجديد بعد كده بعد ال 45 دي بيكون في غرفه مشوره امام دايره استئنافيه، وبالتالي لما بتيجي تعمل استئناف على محكمه استئنافيه او دايره استئنافيه، الاستئناف هنا بينظر امام محكمه الجنايات. وطالما الاستئناف بينظر امام محكمه الجنايات، قاضي الجنايات بيكون قاضي مطلع وقاضي على درايه وعلى خبره كبيره بالقانون، فبتقدر هنا تتطرق للموضوع بذكاء، لأن أصلا من ضمن مبررات الحبس الاحتياطي أن تكون هناك أدلة كافية على حبس هذا المتهم أو على هذه الجريمة. فطالما الأدلة غير كافية فأنا من حقي هنا أتطرق لأن الضبط كان باطل، لأن في كيدية، إن في تناقض، إن في مشروعية للمبالغ، فبنقدر نتطرق إلى جزء أو إلى بعض التفاصيل، وبالتالي نسبة خروج المتهم على ذمة القضية بكفالة بتكون كبيرة أمام محكمة الجنايات. أنا النهاردة خلاص خلصت تجديد حبس، قعدت فترة كبيرة أو قليلة، بلاقي إن بعد كده هذه القضية بتحال، يعني بتطلع من المحكمة أو من المركز اللي فيه بتحال إلى المحكمة الكلية، وبعد كده بتحال إلى محكمة الجنايات. وأول ما بتحال إلى محكمة الجنايات بتنزل على الكمبيوتر وتقدر تنزل من دار القضاء تصور القضية، وبالتالي بتطلع على كل تفاصيلها وعلى كل ما تم فيها، وبيتحدد لها جلسة. ازاي بقى تحصل على البراءة في هذه القضايا؟ ده اللي هقوله لك، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعاكم علي فايز وحلقة جديدة من برنامج مع المستشار. قبل الفاصل سألنا سؤال: كيف تحصل على البراءة في قضايا التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك؟ فأول حاجة المفروض يعملها أهلية المتهم أول ما يتم القبض عليه تلغرافات، فاكسات إلى النائب العام، وتشرح فيها إنه تم القبض على فلان الفلاني الساعة كذا بتاريخ كذا. وده ليه؟ لأن في الغالب الشخص اللي اتقبض عليه دلوقتي مثلا الساعة 3 عصرا لن يتم تحرير المحضر أو الإجراءات بتاعة الضبط إلا بعد ساعات، وبالتالي لما أنت بتعمل التلغرافات والفاكسات أنت كده معاك دليل. الدليل ده بعد كده احنا في المحكمة بنستغله لبطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات. ولكن خد بالك إن في نقطة تانية مهمة جدا. أول شيء في قضايا النقد الأجنبي لازم تثبت مشروعية المبالغ المضبوطة. أنا النهاردة اتمسكت ب$100 ب$1000 ب$3000، جبتهم منين؟ أنا جبتهم منين؟ وهل معايا سند يثبت ده ولا لأ؟ يعني لو ليك أخ في الخارج، أخت في الخارج، زوجة في الخارج، وبعتت لك الفلوس وفي حوالة بنكية بتثبت ذلك، لازم بنقدمها في حافظة مستندات للمحكمة علشان أثبت إن أنا تحصلت على هذه المبالغ بطريقة مشروعة. وبالتالي لما باجي أدفع، أول دفع طبعا بدفعه بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، وببدأ بقى أشرح للقاضي إيه البطلان. ببدأ أشرح له إن مفيش إذن من محافظ البنك المركزي ولا إذن من النيابة المختصة، وببدأ أشرح له إن القضية ملفقة وإن تم القبض على المتهم، وبعض الحاجات بتكون موجودة في محضر الضبط مهمة جدا، ودي بتكون سبب في البراءة في كثير من الأحيان. إنك بتجد مأمور الضبط القضائي بيكتب إن هو تحرى عن المتهم وتأكد إنه بيقوم باستبدال العملة، ولما وكيل النيابة المحترم بيسأله لماذا لم تقوم بعمل إذن من محافظ البنك المركزي أو لماذا لم تتقدم بتحريات وتطلب إذن نيابة، فبيقول له لضيق الوقت. وفي نفس الوقت هو لسه قايل له من شوية إن أنا تحريت عن المتهم بشكل كامل. طب هو أنت تحريت عن المتهم في وقت كافي ولا ما كانش فيه وقت أصلا؟ فده دليل على التناقض، ودي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة زي ما قلت لك من شوية إن أنت بتدفع
بمشروعية المبالغ المضبوطة. أنا النهاردة معايا فلوس نقد أجنبي، ده مش جريمة، القانون اللي نص على كده. أحوز ما أملك من العملات. الحاجة اللي بعدها والمهمة، عدم وجود طرف آخر في العلاقة. الدفع بعدم وجود طرف آخر في العلاقة. ما هو أنا هنا في علاقة فيها تعامل، يعني لازم يكون فيها حد معاه عملة أجنبية وحد معاه عملة مصرية، فلازم لما تتمسك بعملة أجنبية يقابلها عملة محلية. فدي برضو نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية والأهم زي ما قلت لك، يا سلام بقى لو عندنا فيديوهات بتثبت انه تم القبض عليك مثلا من شقتك ومأمور الضبط القضائي كاتب ان هو قبضك من مكان تاني او شارع تاني. لو قدرت تتحصل على هذه المقاطع يبقى ممتاز جدا. في بعض الحاجات ودي بنصح بيها زمايلي المحامين، اغلب القضايا بنكسبها لان البراءة ما بتكونش في الورق ده بس، البراءة بتكون في مسرح الجريمة. يعني في بعض القضايا مأمور الضبط القضائي بيقول انه ضبطه بعد صلاة العشاء وفي المكان ده اصلا مظلم جدا. فلما سئل طب انت ازاي شفته من بعيد وتأكدت ان هو بيبدل عملة، قال لك الرؤية كانت واضحة وعمود الكهرباء كان مضيء. لما نزلت المسرح الجريمة ولا لقيت عمود كهرباء موجود اصلا في المكان ده، مكان اشبه بمنطقة زراعية. وهنا طلبت من المحكمة الموقرة انها تديني تصريح للوحدة المحلية علشان يثبت او اقدر اثبت ان المنطقة دي والحيز ده مفيش فيه عمود كهرباء، وبالتالي فهذه القضية غير حقيقية، وبالتالي نحصل على البراءة. في بعض النصائح بقى الفنية لازم تعرفها كويس جدا. انا عندي النهاردة كاميرات عندي جاري في العمارة اللي قدامي في المحل، لازم اجيبها من بدري، لازم اجيبها من بدري حتى لا يتم العبث بالادلة او يتم طمس الدليل بعد كده من قبل الغير. فانا لازم انزل اول ما يتم القبض انزل اجيب هذه الكاميرات. بس ما تطلعليش الموبايل من جيبك وتنزل تصور الكاميرات، ما ينفعش. لازم تاخد فلاشة وتستأذن صاحب الهارد او صاحب الكاميرات انك تحط الفلاشة في ريسيفر او في الجهاز اللي موجود، الجهاز اللي هو بترك عليه الكاميرا او بترك عليه الحاجة اللي موجودة عنده، وتاخد الماتيريال الاصلي. لانك لما بتصور بالموبايل من الشاشة اولا الكواليتي بيكون ضعيف جدا، وسهل جدا المحكمة بعد كده تقول انها مش قادرة تتوصل لحاجة من خلال الفيديوهات دي حاجة. الحاجة التانية المهمة، ساعات لما بتيجي تعمل تلغراف او فاكس بتلاقي الموضوع مش متاح، مفيش حد جنبك فاتح، انت مش ساكن في مدينة، تقدر تعمل بلاغ من خلال صفحة النائب العام، تقدر تعمل بلاغ من خلال وزارة الداخلية على الصفحة الرسمية للشكاوى وتاخد رقم الشكوى، تقدر تعمل بلاغ من خلال النجدة وتاخد رقم البلاغ وتسجل بياناتك صحيحة في النجدة وتاخد الرقم وبعد كده تطلع صورة من هذا البلاغ. في ظل التكنولوجيا والتطور الحديث أصبح إنك تقدر تثبت هذه الواقعة بشتى الطرق. الحمد لله حصلنا على البراءة في إحدى القضايا الكبرى من أول درجة. طبعا خليكم عارفين إن الجنايات عندنا أصبح التقاضي فيها على درجتين، أول درجة وبعد كده بيكون فيها عندي تاني درجة وهي استئناف، زي الجنح بالظبط، بستأنف على الجنايات وبيبقى اسمها، وبعد كده القضية بتنعقد أمام دائرة جنايات مستأنف. طيب أنا دلوقتي عندي قضية كسبتها الحمد لله من أول درجة، وكانت 40,000 دولار، 37,000 يورو، و3000 ريال سعودي، واقعة حقيقية في المحكمة الاقتصادية بطنطا. هسيبكم مع المرافعة دي علشان زملائي الأعزاء شباب المحامين يستفيدوا منها، وأتمنى إن شاء الله إن أنا أكون يعني أفدتكم أو قدرت أوصل لكم المعلومة بشكل بسيط. تقدروا تشرفونا في مكتبنا للاستشارات القانونية والمحاماة، بفضل الله بنشتغل في جميع القضايا، عندنا محامين وأساتذة قانون على أعلى مستوى، يمكن أنا أقل حد فيهم، وإن شاء الله نتمنى إن احنا دايما نوصل لكم كافة المعلومات الصحيحة
اللي تخليك تعرف ما لك من حقوق وما عليك من واجبات. هسيبكم مع المرافعة ونختم بيها الحلقة، ونلتقي في حلقات أخرى جديدة وبرنامج مع المستشار مع علي فايز، والسلام عليكم. علي فايز حاضر مع المتهم، والحاضر مع المتهم يأمل أن لا يكون ممن قيل فيهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بطلب البراءة أصليا واحتياطيا تأسيسا على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات بدلالة القبض على المتهم من منزله بدون إذن قضائي أو وجود حالة من حالات التلبس ووجود دليل مادي يثبت ذلك، فلاشة تم إرفاقها في الدعوة. ثانياً، الدفع بانعدام أدلة الثبوت والاعتماد على شهادة من لا تجوز شهادته. ثالثاً، الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه. خامساً، الدفع بانعدام التحريات بدلالة عدم قيام مأمور الضبط القضائي بها والاعتماد على مصدر غير موثوق ومجهول. سادساً وأخيراً، الدفع بانتفاء أركان الجريمة ومشروعية المبالغ المضبوطة وبدلالة عدم وجود طرف آخر في التعامل سواء بالبيع أو الشراء. أعلم علم اليقين أنكم ستحكمون بالعدل لا شيء سواه في تلك القضية، لكنني لا أريد العدل بل أريد الحق. فالعدل قد يقضي بإدانة المتهم طبقا للأوراق، أما الحق هو ما نرجوه جميعا، وهو ما أتمنى أن نصل إليه في خطوات وعناصر محدودة وبإيجاز غير مخل. أولا، مأمور الضبط القضائي بيقول نصا: أنا قابلت المتهم في الشارع وأنا واخد مأمورية سرية ومترقبه، ومصدري السري كلمه والتقى به وألقى عليه التحية، ومن ثم ألقينا عليه القبض ومعه شنطة لونها أسود في مبيتي أو أسود في رصاصي كما قال نصا. ثم يأتي رب العزة ويكشف الحقيقة، وهي فيديوهات كاميرات المراقبة التي تثبت القبض على المتهم من منزله بعد تكسير الشقة واقتحام المنزل واقتحام حرمات الأشخاص بالاعتداء الصارخ على الدستور والقانون. هكذا تعلمنا من أساتذة القانون وشيوخ المحامين. الدستور والقانون يا سادة اتعمل علشان يحميني ويحمي سيادتك والسادة اللي موجودين في القاعة. النهاردة أنا لو فتحت الباب لمأمور الضبط القضائي علشان يدخل ويكسر باب منزلي، أنا أولادي ما أصبحوش في مأمن. أنا ممكن أرجع بيتي ألاقي بنتي في مصيبة، وده اللي حصل بالفعل. الباب اتكسر عليهم، الجيران اتلمت، مالكم في ايه؟ ده اللي حصل نصا وتم تصويره بالصوت والصورة. والنيابة المحترمة الأمينة على الدعوة جابت مأمور الضبط القضائي وواجهته بالفيديوهات، وهنا اتصدم ما قدرش ينكر وقال ايه؟ أصل أنا المتهم جري مني وأنا جريت وراه وطلعت على المنزل. طب هو لو ده حصل حقيقي ما قلتوش ليه في محضر الضبط؟ هو لو ده حصل حقيقي ما خدتش إذن نيابة ليه؟ مين أعطاك الحق إنك تقتحم منازل الناس وتقتحم خصوصياتهم وتأخذ هذه الأموال؟ طبعا سيادتك في فلاشة موجودة تم تقديمها من قبل إلى النيابة العامة، ولو تسمح المحكمة بعرض الفيديوهات أو نكتفي بتقديم الفلاشة في حافظة مستندات. ثم ننتقل إلى الدفع الثاني، وهو الخاص بانعدام أدلة الثبوت. أنا عندي دليل قولي، النيابة قالت، مأمور الضبط القضائي قال. طيب، ومأمور الضبط القضائي تم إثبات كذب كلامه مش حقيقي، ولما تم مواجهته بالكاميرات اعترف إن هو فعلا ضبط عليه من منزله. يبقى إذن الدليل القولي مش موجود، ما ينفعش أعتمد عليه. طب إيه بقى الدليل الفني التاني اللي موجود في أدلة الثبوت؟ أصل دي مقطع فيديو أو مقطع صوت لواحد من سنة بيقول له أنا جايب لك $7000. الواحد ده يا فندم موجود في إيطاليا مع الجنسية الإيطالية، والمتهم عايش في إيطاليا بقاله 25 سنة،
من الطبيعي جدا انه يقول له جايب لك 7000 يورو، امال هيجيب له 7000 جنيه مصري؟ ما هو مش هينفع يتعامل بيهم هناك. انا في الشغل جايب لك 7000 يورو، فين الجريمه هنا؟ فين الجريمه هنا اللي تستند عليها النيابه علشان تقدم المتهم وتحيله للمحاكمه؟ اصبح عندنا ما فيش اي ادله. ننتقل الى الدفع الثالث وهو الدفع بكيديه الاتهام وتلفيقه، وده اصبح واضح قوي من اللي انا ذكرته. كل ما في الامر ان المصدر السري بيعرف ان فلان معاه فلوس في البيت ولسه جاي من السفر بيبلغ. هو مين المصدر السري ده؟ انا ما اعرفش. كلنا بدون استثناء في اذهاننا بتجل افكار وبتتوارد علينا كثير من الافكار، منها ما هو شيطاني ومنها ما هو مقبول. لو كل انسان هيحاسب على ما يدور في ذهنه من افكار ما بقي عليها من احد. فانا اذا النهارده انت كمصدر سري بتقوم بدور الشيطان، بتوسوس للناس علشان يجي يتاجروا في العمله. ده المفروض المصدر السري ده يتعاقب بانه بيحرض الناس على ارتكاب الفاحشه والجرائم. انا بشكر الاموال العامه لانها بتحافظ على الاقتصاد المصري، ولكن ما ينفعش ده يصطدم بحقوقنا، ما ينفعش ده يجي على حقوق الاشخاص، ما ينفعش اكسر منزل وادخل اخد الناس من جوه واقول ده انا واخده من الشارع وانا بتحرى عنه. بما اننا ذكرنا ونفينا الادله الموجوده وبالدليل وليس بالكلام، الدفع بانعدام التحريات. طالما ده اللي حصل يبقى مفيش تحريات اصلا. الجميل بقى ان في نفس ذات الوقت كان المتهم في المرور بيطلع رخصه وثابت ده وواخد الرخصه في نفس اليوم من المرور الماضي وجاي بالمكنه، والجيران قالوا له الحق ده في ناس بتكسر في بيتك. لدينا 2 من الشهود يا ريس، شهود عيان، وهم ناس مشهود ليهم بالثقه والكفاءه، ربنا جابهم في مكان الواقعه علشان يثبت الحقيقه، وبناء عليه بلتمس البراءه اصليا واحتياطيا بناء على ما ذكر.